مستعد؟ راد مستعد. شو مستعد؟ أهلا وسهلا. مساء الخير. مساء النور. حبيبي معكم عبد اللطيف غازي من الكويت، وصاحبي محمد جباري من البحرين. أنا أعزف كلارنت وهو يعزف جيتار، وإحنا إن شاء الله اليوم راح نعزف مقطوع حق شيرين في الستايل التركي ونمزج الفنون مع بعض. وأتمنى تقييمكم للموهبة ما يتأثر لأن أنا كفيف. ولا يهمك حبيبي. أهلا وسهلا. وأنا جاهز أسمع أي نقد بناء يعني. أول شيء اثنيناتكم مناح. مش أنت فعلا هو أضاف لي كثير يعني. فنان لا كثير. لعب الجيتار بياخذ العقل طبعا. مكملين بعض الشباب، مكملين بعض، تكملة جميلة جدا. يخرب بيتك، أول ما عملت لو قصي ورايا ما ركضوا على هيدا الجولدن باز، لحتى الجمهور لوحده اجى وطب فوق الجولدن باز. يخرب بيتك، بدي اقول لك اياها، بدي اقولها. بين النوتة والنوتة كان عم حس مشاهد جمالية ولا شفتها بحياتي. كنت عم شوف إحساسك، كنت عم شوف جمال عزفك، كنت عم شوف رواقك الحلو اللي أخذني على سابع سما. الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية. يا أخي الآلة اللي بيلعب عليها، لو مش اللي بيلعب عليها بإحساس عمرك ما هتحسه. إيه الإحساس اللي أنت عزفت بيه ده؟ أنت أعتقد أنك عزفت بروحك. أنت إنسان موهوب 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 فوق الوصف. يمكن المعاناة تبعك طلعتها كلها بالكلارنت ووصلتنا كلنا،
وانتوا ديو الله يوفقكم ويخليكم لبعض. الله يخليك. نشوفكم بالنهائيات. شكرا. على معك. شكرا. هالموسم بعكس التوقعات 4 بدل 3 مشتركين حصلوا على الجولدن بازر، وبكده ضمن عبد اللطيف مكانه للنصف نهائيات مع إيمان الشميطي وإيمان بيشا وفرقة موزار طيف الخيال.